تعالى اقول لك لما تبقى جدع مع ناس ملهاش مرتجع. بيقول لك جربت تبقى الحيطة تسند ظهرهم وتشيل في عز الضيقة شيلة جرحهم وتداوي اوجاعهم لحد ما يبقوا فل وتدوق مرار الدنيا بترضي في صنفهم. قول لي كده كم مرة تسمع لهم كل الوجع وتداري دمعك لاجل ما تبان الجدع، تديهم الضحكة اللي ناقصة في قلبهم وتقوم لوحدك شايل الهم بفجع. قول لي برضه بعد اذنك كم مرة كنت بتحارب عشانهم وبنيت عداوة ناس كتير مالكش فيهم وخسرت ناس من عرق دمك لاجلهم لاجل ما تكون ظهرهم وباعوك معاهم. شلت السيوف في وش خلق عشان يعيش وعملت سد يصد عنهم اي جيش، حاربت طوب الارض وحقيقي انجرحت واتاري ريحتهم هش ما بيسندش ريش. شقيت رغيفك نص ليك والتاني ليهم ودينت نفسك لاجل طلباتهم تجيهم، عطشان وتسقيهم الميه بصفا واول ما شبعوا اتنمرضوا وباعوك وسابوا. فاقول لك انا بقى كنت الغشيم اللي زرع في ارض بور يطفي الحرايق ويكون في عز الضلمه نور، شربتهم من دم كاس الجدعنه واتاري شجره طبعهم بتجيب كسور. احتجتهم وناديت عليهم فص ملح وداب كان كله بيهرب بالطريقه والحجج ماليه الدولاب، فقفلت وجع عليا ثم عرفت حاجه غاليه ملعون ابوهم كلهم كانوا صحبه معجونه بالهباب. احنا اللي كنا المركبه والموج عنيف عدينا بيهم للامان والريح مخيف، واما شراعك اتكسر وطلبت منهم يسندوك نطوا وسابوك نحو الغرق فاصعب ظروف. فياك تكون لزقة جروح يرموها بعد ما يطيبهم او تبقى عكازا مؤقت وقت شدتهم يجيبهم، اول ما تصلب طولهم انت يكسروك من غير وداع، ما هو اصل ده طبع الندالة وفي دمهم وبيجري فيهم. فياك تكون دبلة في صباع انسان هزق، اياك تآمن للي سابك ثم عاد، واللي ما يقدرش قيمتك وانت جنبه يبقى احسن حل ليه هو البعاد. يا صاحبي اوعى تصب خيرك في التراب او تدي عشمك للي ناكر للثواب، اقفل بيبانك بالضبه والمفتاح تماما وبناقص الصحبه اللي فيها الصح عيب. الشجره عمر ما تبكي يوم لو فيها ورق اصفر دبل علشان بتطرح بعدها وبنلاقي ورق اخضر طلع، فالغدر صنف الرخاصين فصف صنف الخساسين، كده او كده حلوك هيكسب دي الراحه ملهاش مرتجع. مفيش سند في الدنيا دي غير دعوة امك بتطبطب الاوجاع عليك مش تاله همك، هي اللي باقيه وعمرها ما في يوم تخون، لو قلت ليه هدينا عمرك فتموت لاجلك. دوس على الوجع بعديها كمل في الطريق واغسل ايديك من حد كان عامل صديق. عز نفسك في الحياه يا ابن الاصول، واللي يبيعك بيعه خلي الرخيص بقى يشتريه. خليك عزيز النفس عالي في المقام واشتري راحتك بصمت بدون كلام، ربك هيبعت لك عوض يشفي القلوب والنهاية بعد الجرح بتكون التئام. قبل ما تقفل الفيديو شكرا لانك وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل شير للفيديو مع صاحبك اللي محتاج يسمع الكلمتين دول. هستناكم في التعليقات. سلام.